السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. قصة اليوم عن سفاح تكساس اللي كان يقتل النساء ويصنع من جلدهم ملابس وقطع أثاث. السفاح هذا اسمه إدجين إدوارد، من مواليد 1906 في بلدة اسمها لاكروس. هو الطفل الثاني لأهله، وأخوه الكبير اسمه هنري، وأكبر من إدجين ب7 سنين. أمه كانت متشددة دينيا لدرجة الهوس بالدين، عكس أبوه اللي كان سكير. وأمهم كانت قاسية معاهم كتير، وكانت تقول لهم إذا قربوا من النساء إنهم يدخلون الجحيم، يعني النار، وإذا ما سمعوا كلامها يصير لهم نفس الشيء، يعني يدخلون النار. كانت تقول إن كل أهل المدينة بيدخلون النار لأن معاصيهم كثيرة، إلا هي طبعا بتدخل الجنة. المهم عيشتهم أمهم على هذا الشيء، والأم كانت هي اللي تصرف عليهم، وكانت عندها مزرعة، وكانت تبيع المحصول عشان تصرف على أطفالها، لأن أبوهم كان سكير. ولما دخلوا المدرسة هنري كون صداقات وكان كثير يلعب مع أصحابه. أما إدوارد كان منعزل وكان خجول لدرجة خجله خلى اللي بالمدرسة يتنمرون عليه، وتقارير المدرسة قالت إن قدراته العقلية محدودة. وبسنة 1940 توفى أبوه، واضطر هنري وأخوه إنهم يساعدون أمهم بالمزرعة. فشافت الأم إدوارد ما كان يساعدها بالمزرعة، كان خجول وما عنده قدرات وما يقدر يسوي شيء، فكان يطلع برا ويشتغل جليس للأطفال. أي عائلة عندها أطفال وبيطلعون يجيبون إدوارد يجلس عند أطفالهم. وبيوم من الأيام لما كبر هنري واجه أمه، لأنه يشوف إن هي سبب تصرفات أخوه إدوارد، وإن بتصرفاتها إدوارد ما قام يفكر، طول الوقت معتمد عليك. هالشي خلى إدوارد يحقد على أخوه ويكرهه، لأنه كان معتبر أمه إله مقدس، ما أحد يكلمها بالطريقة هذه ولا أحد يعترض على كلامها. بتاريخ 16 مايو سنة 1944 هنري توفى بحادث غريب. فجأة شبت نار بأطراف المزرعة، فراحوا هنري وأدوارد عشان يطفوا النار، ولكن مزرعتهم كانت كبيرة، وراحوا بأطراف المزرعة عشان يطفوا الحريق. فبعد كم ساعة رجع إدوارد وكان خايف، ولما سألته أمه عن هنري ما كان يجاوبها. ولما وصلت الشرطة ودوروا على هنري بالمزرعة الكبيرة ما لقوه، فقال لهم إدوارد تعالوا، ودلهم على جثته. فكان طايح وما كان محترق وفي ضربة على راسه، فافترضوا إن هنري مات مختنق بسبب الدخان، لأن إدوارد كان خجول وشالوا احتمال إنه هو اللي قاتل. المهم سكروا القضية ورجعت الحياة لطبيعتها. بسنة 1945 تاريخ 29 ديسمبر توفت الأم، وصار إدوارد وحيد، وتغيرت حياته بالكامل، وصار يجلس ساعات كثير على سرير أمه ويقرأ مجلات الأطفال. لما كبر شوي انتقل لمجلات ثانية، مجلات كانت تتكلم عن طرق التعذيب النازية أيام هتلر. فكانت المجلات هذه تتكلم بالتفصيل عن أبشع أنواع التعذيب سواء كان حي ولا ميت. وهو من كثر ما حب هالمجلات راح وشرى كتب عن علم التشريح، ولأنه كان جليس أطفال كان يقعد مع الأطفال ويقول لهم عن أحسن طرق تقطيع الجثث وأفضل الطرق عشان يحفظها وما تتعرض للتلف. وبيوم من الأيام طفل راح البيت إدوارد ولقى راس بشري موجود بغرفة إدوارد. ولما الطفل قال لأهل المدينة عن الراس اللي شافه بغرفة إدوارد ما حد صدقه، كلهم على بالهم إن الطفل قاعد يمزح. لكن اللي ما يعرفونه أهل المدينة إن إدوارد كان يتابع صفحات الوفيات وينتظر أي وحدة تموت، ولازم تكون مرة. ولما يقرأ إن وحدة تموت بمدينته على طول يروح للمقبرة وينبش قبرها ويطلع جثتها ويطبق كل اللي تعلمه عليها، وتعلم الخياطة وقام يخيط جلدهم. وكانت أول حادثة اختفاء بتاريخ 1 مايو سنة 1947، وكانت الضحية بنت عمرها 18 سنة اسمها جورجيا، وكانت راجعة من مدرستها رايحة لبيتهم، لكن ما وصلت البيت مع أن أهل المدينة كونوا مجموعة وصاروا يبحثون عنها، لكن ما لها أي أثر. وبشهر نوفمبر سنة 1952 كان في واحد اسمه ترافيس ووحدة اسمها ري واقفين عند أحد البارات بنفس المدينة، وكانوا بيروحون برحلة صيد، وهالاثنين فجأة اختفوا، حتى سيارتهم اختفت وما لهم أي أثر. سنة 1953 اختفت جليسة أطفال اسمها إيفلين، كانت قاعدة مع الأطفال بأحد البيوت وفجأة اختفت منها البيت. فأبوها اتصل بالبيت اللي كانت تشتغل فيه أكثر من مرة، ولكن ما في أحد يرد، فحس بالخوف وقرر إنه يروح بنفسه علشان يطمن عليها. فلقى كل الأبواب مقفولة من الداخل، ولما طل من أحد الشبابيك لقى حدا بنته طايح على الأرض، فقرر إنه يدخل البيت من شباك القبو. فلقى عند الشباك جزء من ملابس بنته مع بقع دم موجودة على الأرض، وقامت فرق التفتيش بالبحث بكل مكان بهالبيت وحتى الحديقة اللي حولها، لكن ما لقوا إلا بقعة دم.
بسنة 1945 اختفت وحدة اسمها ماري هوغان، هي صاحبة محل، لكن هالمرة لقت الشرطة غلاف رصاصة بهالمكان. بسنة 1957 اختفت وحدة اسمها برنيس، بعد اختفت من محلها بنفس الطريقة، لكن هالمرة المشتبه به الوحيد كان إدوارد، فهو كان آخر واحد شافوه الناس بمحلها. على طول الشرطة راحت البيت إدوارد، وأول ما دخلوا لقت جثة برنيس معلقة ومعلقها بالمطبخ، وكان قاطع راسها ونازع جلدها. وهنا الشرطة وأهل المدينة انصدموا إن إدوارد الخجول طلع سفاح. واستمر التحقيق لمدة 10 أيام متواصلة، وبهال10 أيام المتواصلة إدوارد كان ساكت، ما تكلم ولا كلمة، ولما يسألون عن جرائمه ينكر هالجرائم. لكن بالنهاية قرر إنه يتكلم واعترف بقتله برنيس. قال أنا بس قتلت هذه، ما قتلت أي وحدة غيرها، والجثث الموجودة في بيتي كلهم جثث أنا سرقتهم من المقبرة، لكن ما قتلت أي أحد منهم ولا ارتكبت أي جريمة ثانية. وبعد ما ضغطوا عليه أكثر اعترف بقتل ماري، لكن ما أعطى المحققين تفاصيل واضحة عن الجريمة. لكن الشيء الغريب اللي لاحظوه المحققين إنه كان سعيد وهو يتكلم عن نبشه للقبور وتقطيعه للجثث. فقررت الشرطة أنهم يحولون لمجموعة من الأطباء النفسيين عشان يشوفون حالته، وطلعت نتيجة الأطباء بأنه مختل شهواني. وأثناء التحقيق الفريق الجنائي أخذ الأشياء اللي كانت في بيت إدوارد واللي كانت من أجزاء بشرية، خذاهم من 8 سيدات ومنها عظام بشرية وسلة مهملات مصنوعة من جلد الإنسان وكراسي مفصلهم من الجلد، ولقوا جماجم على سريره وجماجم سيدات قاطعهم بالمنشار وصحون مصنوعة من الجماجم وملابس مصنوعة من الجلد البشري وأقنعة مصنوعة من جلد رؤوس النساء وجلد وجه محطوط بفازة وجمجمة محطوطة بصندوق ورأس برنيس كامل محطوط بكيس وقلب برنيس كامل محطوط بكيس وحاطة بالمطبخ عند الغاز وحزام مصنوع من صدور النساء وغطاء مصباح مصنوع من جلد وجه بشري وأظافر وأصابع وأربعة خشوب. وكل هذه الأجزاء يستخدمهم كديكور في بيته. وبعد ما قاموا يحفرون بحديقته وكانوا كل ما يحفرون تطلع لهم جثة جديدة. وبيوم من الأيام بسنة 1958 فجأة احترق بيت إدوارد وما يدرون من اللي حرق البيت. ولما قالوا لإدوارد إن بيته احترق ما انصدم، قال لهم أنا توقعت إنه بيصير هالشي. وبالأخير إدوارد منسجن انحط بمصحة نفسية يقضي فيها كل حياته. وبتاريخ 26 يوليو سنة 1984 بهالمصحة النفسية مات إدوارد.